قصة فيلمنا بتكون عن الدراما الإجرامية النفسية، وبطل فيلمنا بيكون طفل بس ما بيقدرش يسمع، وبيقابل رجل عصابة شرير جدا وبيعلمه فنون القتال عشان يقدر يدافع عن نفسه. وبيقابل الطفل ويسلي وبيقوله أنا هديك نصيحة وتاخدها قاعدة في حياتك: طول ما انت ضعيف كله هيدوس عليك. وبيتعصب الطفل ويسلي وبيمسك الشنطة بتاعته وبيخبطها. وفي مشهد وويسلي مستني باص المدرسة علشان يجي ياخده، وبيركب ويسلي الباص وبيركب في آخر كنبة. وهما ماشيين في طريقهم للمدرسة بالأتوبيس فبيقابلهم شلة من الأولاد بيرموا عليهم كرات التلج. وبيكون ويسلي في المدرسة والمدرسة بتاعته بتعلمه هو وزملائه ازاي يتعلموا لغة الإشارة عشان يقدروا يتواصلوا مع الناس من حواليهم. فبيتنمروا عليه زمايله، ومنهم طالب بيطلع وبيجيب مخاط أنفه وبيحطه في شعر ويسلي. فويسلي بيتضايق جدا من الحركة دي. وبعد المدرسة بيكون ويسلي مروح في طريقه للبيت، فبيدخل البيت وبيلاقي والدته ماسكة ورقة وبتقرا فيها. فبتقوله يا ويسلي الشهر العقاري بعت لنا انذار ان احنا لسه ما سددناش المبالغ اللي علينا. ومامة ويسلي بتقوله انا هحضر لكم العشاء. وبعد العشاء بتروح ام ويسلي وويسلي وبيلعبوا جولة من الشطرنج. واثناء اللعب مامة ويسلي بتسيبله الفرصة ان هو يغلبها ويفوز علشان تحفزه. وفي تاني يوم ويسلي رايح المدرسة وراكب الباص فبيلاحظ وجود حواجز وبيشوف عربية إسعاف وعربيات شرطة كتير. وبعد ما بيرجع ويسلي من المدرسة فبتقوله والدك يا ويسلي كان غايب بقاله فترة طويلة ورجع. فوالد ويسلي بيبصله وبيندهش، وبيكون ويسلي متردد بسبب ان هو بيحاول يجمع صورة والده اللي كان سايبه من فترة طويلة. لكن الأب بيحضن ويسلي وبيقول لزوجته حضرلنا العشاء علشان نتعشى مع بعض، بقالنا زمان ما تعشيناش مع بعض. فبتقوله الفترة اللي انت كنت غايب فيها يا ترى كنت بتشتغل ايه؟ قالها انا كنت سواق على عربية شحن، وسبب اني جيت اجازة علشان رئيس العمل عندي بعتني بشحنة قريبة من القرية، فجيت علشان اطل عليكم وازوركم. وهما بيتعشوا والد ويسلي بيقول إن كان في صوت ضرب نار في مكان قريب وتوفى بسببه 4 أشخاص، وده سبب وجود الشرطة اللي برا وعربيات الإسعاف. ووالدة ويسلي بتقول لزوجها إن ويسلي جاب 95 درجة في اختبار التاريخ، مكانش غلط غير في سؤال واحد بس في معركة سيراتوجا. وبعد كده والد ويسلي بيندهش فعلا من أداء ويسلي في اختباراته وإن هو بيجيب الدرجات العالية دي. فوالد ويسلي بيبص لزوجته، هو خلاص كبر ولو عايز حاجة هيطلبها بنفسه. معظم سماعه للكلام بيبقى معتمد فيه على السماعة مش على حركة الشفايف عشان يقرأ كلام الشخص اللي عايز يقوله قدامه. فوالد ويسلي بيقول لها هو شخص عادي مفيهوش أي حاجة. وبيكون والد ويسلي متعصب جدا من طريقة معاملة الأم لابنها. وبعد كده والد ويسلي بيبص لويسلي بيقوله مش انت هتقدر تعتمد على قراءتك للشفايف من غير السماعة وتقدر تفهم اللي قدامك؟ فويسلي بيهز راسه بيقوله طبعا يا بابا. وفي تاني يوم الصبح وبيفتكر الموقف اللي حصل معاه من الطالب اللي بيتنمر عليه. وبعد ما خلص تاني يوم وويسلي راجع من المدرسة فشاف في الطريق في راجل مرمي على الأرض ومعاه شنطة. وبعد كده الراجل بيشاور له وبيقول له اسكت، وايده متلطخة بالدم. وبيبص له ويسلي باندهاش. وبعد كده ويسلي بيهرب منه. وبعد كده ويسلي بيشاور لوالده علشان يساعده، ووالده مش فاهم ويسلي عايز ايه وبيقول له انا مش فاهم انت عايز تقول ايه يا ويسلي، عشان مش فاهم الإشارة اللي بيتكلم بيها. وويسلي بيسيب والده وبيجري، ووالد ويسلي بيجري وراه علشان يشوفه رايح فين. وبعد ما بيوصلوا للمكان اللي ويسلي شاف فيه الراجل وهو مرمي على الأرض فما بيلاقيش حد موجود في المكان اللي شافه فيه. فوالد ويسلي بيقول له يلا عشان نخش البيت ونتعشى. فوالد ويسلي بيقول له اديني الطبق اللي قدام منك. فويسلي بيبصله وبعد كده بيصرخ في وش البنت وبيخوفها وبيحاول يقرا هو عايز منه ايه عشان ما يعتمدش على السماعة. وبيدب على الترابيزة. وفي ساعة متأخرة بعد نص الليل بيخرج ويسلي من غرفة نومه ويقرر ان هو يخرج ويدور على الراجل اللي شافه كان مرمي على الأرض. وبعد كده ويسلي فعلا بيلاقي الراجل مرمي وبيسحبه وبيشده للحظيرة المهجورة وبيحط الراجل على القش ويغطيه ببطانيات عشان يدفى عشان كان الجو بارد جدا. ولما الراجل بيبدأ يفتح عينيه ويسلي بيسكته وبيقوله خليك ساكت عشان انت باين عليك التعب وشكلك مشرد. والراجل تاني يوم بيصحى وبيشوف ويسلي ان هو لسه موجود معاه وبيتكلم مع ويسلي وبيقوله هو انت سامعني انا بقول ايه؟ فبيقوله انا مش قادر اسمع. فويسلي بيهز راسه على اساس ان هو مش سامعه
ومش فاهم هو بيقول ايه. وبعد كده الراجل بيرفع البلوفر اللي لابسه، وويسلي بيشوف ان هو مصاب برصاصة، فبيجري ويسلي على البيت ويجيب الأدوية اللازمة علشان يعالج الجرح. فبيكون والد ويسلي فاتح ورشة تصليح جنب البيت على طول، وبيشوف ويسلي وهو خارج من البيت وبيجري، فبينادي عليه وويسلي مش سامعه. وبيوصل ويسلي للحظيرة المهجورة وبيلاقي الراجل لسه موجود، فبيديله المستلزمات الطبية اللازمة علشان يعالج جروحه، وبيخيط الجرح الراجل زي ما بنشوف. وبيسأل ويسلي بيقوله عندك ايه تاني هنا؟ مفيش اي حاجة اكلها ولو كانت خفيفة. وبعد كده والد ويسلي بيفتح التلفزيون وبيشوف قناة الأخبار، وقناة الأخبار بتذيع خبر إن كان في ضرب نار قريب من البيت بتاعهم كان ويسلي بيحط في العشاء. وبعد كده والد ويسلي بيسيب البيت وبيخرج، وويسلي بيروح للحديقة وبيدي للراجل الأكل علشان ياكل ويتعافى من إصابته. والراجل بيقول لويسلي والدتك أكلها جميل جدا، وبيقول له انا مش هقدر اقعد هنا تاني، انا خلاص همشي ورايح اقابل واحد صديقي. وهو بيحاول يقوم تعب جدا، وفجأة بيسمع الراجل صوت طيارة قريبة جدا منه، وبيطلب من ويسلي حاجات علشان يعملها، وبيقول له انا هبعتك لكافيه جنب الطريق وتسيب فيه الخاتم. وبتيجي عربية الشرطة وهي ماشية، فالراجل بيدي لويسلي ورقة ملفوفة وبيقول له وديها لصاحب الخاتم. فالراجل بيدي لويسلي شنطة وبيقول له اديها لصاحب الخاتم اللي اداهولك. وبيطلب الراجل من ويسلي انه يطلع له التليفون من الشنطة، وبيقول له يا ويسلي انا هكون قاعد هنا الفترة كمان شوية علشان لسه تعبان. وهو مبسوط ان الراجل هيفضل، فبيقرر ويسلي ان هو يجيب له ملابس من البيت عنده من هدوم والده. وبيشوف ويسلي الراجل وهو بيمارس الرياضة، فبيحاول يقلده. فالراجل بيقرب من ويسلي وبيعلمه ازاي يمارس الرياضة. وبعد كده بنشوف ويسلي وهو بيتفرج على التلفزيون في البيت، وأخته قاعدة بتلعب، ووالدته بتيجي وبتسأله عن المدرسة وهل لسه أصدقائه بيتنمروا عليه. وبيجي والد ويسلي وبيكون معاه حاجات جايبها من بره وتقيلة عليه، فبيحاول ويسلي ان هو يساعد والده، فويسلي بيساعد والده ان هو يشيلها عنه. وام ويسلي بتبص مندهشة، ووالد ويسلي بيكون متعصب جدا علشان ويسلي ما بيسمعوش في بعض الأحيان اللي بينادي عليه فيها. وبعد كده ويسلي بيجيب لعبة الشطرنج وبيروح للراجل الحظيرة وبيلعبوا مع بعض جولات. وكل مرة كان الراجل بيفوز على ويسلي، فغضب ويسلي ورمى اللعب على جنب، وبيقول للراجل وهو غضبان مفكر اني هسيبك تفوز عليا في كل مرة. فالراجل بيبص وبيقول له انا كده كده هفوز على اي حاجة. فبيزعل ويسلي وبيمشي وهو زعلان وغضبان، وبينظر للراجل وهو متضايق. فالراجل بيطلب منه ان هو يرجع تاني، وبيبدأ يعلمه الحيل اللي لازم يكون عارفها علشان يقدر يكسب الخصم اللي قدامه في اللعب. وبينصحه ان هو يفكر في كل خطوة هياخدها قبل ما يتحرك. فويسلي بيقوله انا متضايق جدا وعايز احكي لك على حاجة. انا اصدقائي بيتنمروا عليا في المدرسة، ازاي اخلص من التنمر بتاعهم؟ فبيقوله انا هعلمك حيلة ازاي تخلص من التنمر بتاعهم. فالراجل بيجيب الشنطة وبيعبيها وبيتقلها من تحت، وبيقوم يضرب بيها البرميل وبيديها لويسلي، بيقوله يلا خد دورك ورينا هتعمل ايه. فويسلي علشان ضعيف ما بيقدرش يضرب بالشنطة زي ما الراجل كان بيضرب بيها. فالراجل بيزعقله وبيقوله علشان كده هتفضل ضعيف وعمرك ما هتقدر تدافع عن نفسك، والأولاد هيفضلوا يتنمروا عليك على طول. فويسلي بيغضب فبيقوله مش كل ما حد يزعلك تغضب، فكر ازاي تدافع عن نفسك بدل ما تفضل قاعد غضبان. فبيقوله امسك الشنطة هي وريني هتعمل ايه بالغضب اللي انت فيه. بعد كده ويسلي بيغضب جدا وبيضرب بالشنطة بشدة فبيتطبق. وفي تاني يوم في المدرسة ويسلي كان قاعد مضطرب في وسط زمايله، وكان منتظر ميعاد الاستراحة. وفي أثناء الاستراحة ما بين الحصص بيجي الولد اللي بيتنمر عليه وفي ايده مخاط مناخيره وبيقرب عليه. وبعد كده ويسلي بيجيب الشنطة بتاعته وبيتوجه ناحية الولد، والواد مش متوقع ويسلي ممكن يعمل فيه ايه، وبينظر له بقوة في عينيه وبيتذكر الكلمات اللي كان الراجل بيقولها له غضبك لو مش هتطلعه وتدافع بيه عن نفسك هتفضل تحرق بيه نفسك. وبيفتكر كلام الراجل لما بيقوله انا عايزك تقف قدامه وتبص في عينيه وتعرفه انك مش خايف منه. فويسلي بيعمل كده فعلا، والولد المتنمر بيسيب ويسلي وبيرجع لما شاف نظرات الغضب في عينيه. وبعد ما ويسلي رجع للبيت لقى والدته بتتكلم مع محقق من الشرطة،
وبيقول لها ان كان في حادث سرقة من 3 اسابيع هنا في نفس المنطقة، وبيقول لهم ان احنا قدرنا نمسك 5 لصوص بس والباقي هرب. والراجل بيطلع صورة الشخص اللي كان موجود عند ويسلي في الحظيرة المهجورة، فويسلي بيبص للصورة وبيتعرف عليه وعرف ان هو ده الراجل اللي كان موجود عندهم في الحظيرة. وويسلي بينظر للراجل وبعد كده بيبص من الشباك فبيشوف 2 من الشرطة داخلين ناحية الحظيرة. فوالدة ويسلي بتقول للمحقق احنا ما شفناش حد بالمواصفات دي موجود هنا في المنطقة. وبتسأل ويسلي وبتقول له هو انت شفت حد بالشكل ده موجود قريب هنا؟ فويسلي بيبص وهو ساكت. وبعد كده والدة ويسلي بتقول لويسلي انا هقوم اجيب حاجة من جوه. وبيقعد المحقق مع ويسلي وبيقوم يبص من الشباك بيقوله انت ما شفتش حد هنا، وبيبدأ يقعد معاه وبيحكي له قصة. وبيجي عميل من الشرطة وبيخبط على الشباك وبيشاور للمحقق. وبعد كده ويسلي بيرجع للراجل تاني الحظيرة وبيحكي له على اللي حصل في المدرسة. وويسلي بيبص لإيد الراجل وبيقول له ايه سبب صباعك المقطوع ده؟ فبيقول له ان هو فقده في احد الخناقات. وبعد كده بيروح ويسلي في النوم وهو على القش، والراجل بيصحيه وبيقول له قوم روح نام في بيتكم علشان ابوه وامه ما يجوش يدوروا عليه في الحظيرة. وفي تاني يوم بعد ما بيرجع ويسلي من المدرسة بيروح للحظيرة وبيطلب من الراجل ان هو يعلمه فنون القتال عشان يقدر يدافع عن نفسه من الأولاد المتنمرين. وفي نص الليل بيقوم ويسلي من السرير وبينزل عشان يخرج من البيت، فبيلاقي أبوه قاعد ومتضايق جدا. فبينظر ويسلي لوالده وهو متضايق وعمال يخبط في التلفزيون وبيقوله انت رايح فين؟ وفي تاني يوم في الصبح بيروح ويسلي للحظيرة وبيقابل الراجل وبيلاقي الراجل لسه موجود، فبيسيب ويسلي وبيمشي. والدة ويسلي بتبص في وش ويسلي وبتقوله اللكمة اللي تحت عينك دي منين؟ فوالد ويسلي بيرد عليها وبيقول لها امبارح وانا بهز في التلفزيون لكمت ويسلي بالغلط. وبيقول الأب لويسلي إن هو هياخده لرحلة صيد، وويسلي بيبص في صمت ووالدته بتحاول تترجم له الكلام اللي قاله والده من خلال الإشارة. فبيهز براسه ويروح للحظيرة وبيقول للراجل عن اللي حصل. فالراجل بيحكي له قصة وبيقول له أنا لما كنت في سنك وأنا صغير كان والدي مشتري خيول وكان لازمني إن أنا أربيهم، وكنت بحتقر جدا العمل في الحظائر. وتاني يوم في المدرسة الصبح والأطفال بيتعلموا لغة الإشارة وبيتعلموا عبارات جديدة، فويسلي بيغمض عينه وبيتخيل نفسه هو والراجل اللي موجود عنده في المزرعة إنهم في حظيرة خيول. وبعد المدرسة بيروح ويسلي للمستشفى علشان يزور والده، فبيلاقي الشرطة بتحقق مع والده بسبب اللي حصل وبيسألوه ايه اللي حصل معاك. فبيسألوه هل الشخص اللي عمل فيه كده هو الشخص اللي موجود في الصورة دي؟ وبيجي الليل وويسلي بيكون نايم وبيستيقظ وبيلاحظ أضواء جاية من الشباك وبيعرف إنها عربيات شرطة وطيارة موجودة برا. فالراجل بيجيب ويسلي وبيسأله وبيقوله هو انت قلت لحد ان انا موجود عندكم هنا؟ وبيخوفه وبيهدده بيقوله انت قلت لحد ان انا موجود عندكم هنا؟ فويسلي بياخد شنطة الظهر بتاعته وبيروح للحظيرة وبيسأل الراجل وبيقوله انت لسه موجود؟ فالراجل بيسأله وبيقوله هو انت لابس شنطة الظهر دي دلوقتي ليه؟ وريني ايه اللي فيها. بس ويسلي بيكون مش عايز يسيبها، وفجأة من كتر الشد الشنطة بتتفتح وبيتضح ان فيها عملات معدنية كتير. فالراجل بيبص وبيقوله فعلا اللي انا علمتهولك انت بقيت تسمعه وتعمل بيه. وتاني يوم بالليل بياخد ويسلي حقيبة وبيملاها بجميع الألعاب بتاعته وبيكلم أخته بلغة الإشارة وبيقولها إن هو رايح رحلة، وبيروح يلعب مع الراجل الشطرنج في الحظيرة. والراجل بيتكلم في التليفون وبعدها بيسيب ويسلي وبيخرج وبيقوله أنا دلوقتي هسيبك يا ويسلي وهودعك، ودي آخر مرة ممكن تشوفني فيها. فويسلي بيمسك في الراجل وبيحاول إن هو يخليه موجود وما يسيبوش، وبيطلب منه ان هو ياخده معاه لو كان هيمشي علشان هو حبه جدا وحب وجوده. فالراجل بيحاول يزق ويسلي وبيقوله ابعد علشان امشي، فبيزقه بعنف وبيخرج ويسلي من الحظيرة وبيجري. فالظابط بيمسك ويسلي وبيشده وبيدخله العربية، وبيجي ضابط الشرطة وبيحاول ان هو يضرب نار على الحظيرة وبينظر وهو حزين. وتاني يوم وهو راجع من المدرسة بيلاقي والده خرج من المستشفى ورجع للبيت، فبيقرب ويسلي من والده وبيحضنه. وبعد كده بيروح للغرفة بتاعته وبيفتح لعبة الشطرنج اللي كانت موجودة معاه. فويسلي بيلبس الخاتم في ايده في نفس الصباع اللي كان الراجل لابسه. وبكده يا غالي يكون فيلمنا انتهى. لو عجبك التلخيص ادينا اشتراك وما تنساناش بإعجاب علشان تتابعونا في كل جديد.